ومعنا الآن الصحفي المصري مصطفى بكري. أستاذ مصطفى، ماذا تقول فيما يشهده ميدان التحرير الآن؟ ايوه دي بتيجي احنا عارفين فيها التصريح. ربما لا أسمع صوت مصطفى بكري. هل تسمع؟ نعم أنا معك. الحقيقة أن ما سمعته الآن من الدكتور محمد البردعي أمر الحقيقة صادم. فيبدو أن الدكتور البردعي يدير معركته الداخلية في مصر بالاستعانة بالقوى الأجنبية. للأسف بالأمس اجتمع مع مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية في القاهرة، واليوم يؤكد بلا جدال أنه يحرض المجتمع الدولي ضد مصر. نحن ضد النظام في مصر، وأنا خرجت في مظاهرات أطالب بتنحية الرئيس مبارك، ولكن ليس على أرضية البردعي ولا على أرضية أوباما. وأوباما أو الإدارة الأمريكية آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان وآخر من يتحدث عن الديمقراطية. أولى بهم أن يشاهدوا المنظر والمشهد في العراق أو في فلسطين أو في أي مكان آخر تتدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث اليوم جريمة حقيقية في ميدان التحرير، اعتداء سافر، محاولة لتقويض حتى الحوار بين المعارضة وبين نائب رئيس الجمهورية. اليوم كنا مجتمعون في حزب الوفد، وكانت معنا شخصيات لها مواقفها المعروفة. كان معنا الدكتور يحيى الجمل، سيد الغضبان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، سامح عاشور، الحزب الناصري، سيد البدوي، الوفد، حزب التجمع، اتحاد النقابات المهنية. جميعنا أصدرنا بيانا وكان لنا موقفنا الواضح، ولكن ليس معقولا أن تقاد البلد إلى حرب أهلية إذا خيرنا بين أن ننتظر 4 أشهر فقط، لأن الرئيس يفترض في يوليو أن يتوقف ويرش ويفتح باب الترشيح. إذا خيرنا بين 4 أشهر يبقى فيها مبارك وبين حرب أهلية تدمر مصر وفوضى خلاقة لصالح إسرائيل ولصالح أمريكا، فنحن نختار أن يبقى الرئيس 4 أشهر ثم بعد ذلك لا يقدم أي ترشيح، وقد وعد بذلك بالأمس. وعد بذلك. لدينا مطالب، سنجلس على مائدة التفاوض مع السيد عمر سليمان ونصل إلى نتيجة، لكن تخريب مصر وتدمير مصر والتآمر على مصر من الخارج ومن الداخل وقتل هؤلاء الشرفاء، الشباب الوطني المحترم الذي قاد الثورة دفاعا عن المصريين جميعا، هذا أمر مرفوض، ويجب أن يحاكم القتلة الآن قبل الغد الذين دفعوا بأتون حرب أهلية. الآن نراه في ميدان التحرير، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون تقويض الدولة المصرية ويريدون سحق كل من يكون له صوت على أرض هذا الوطن. شكرا لك مصطفى بكري الصحفي في القاهرة.